السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم قناة جورية في بيتي. النهاردة يا بنات هعمل معاكم وصفة الكريمات اللي انا كنت شاريها في المشتريات، وهوريكم الوصفة بتاعت الاماكن الحساسة بعد ما طلعت من الفريزر. هي شكلها هي بعد ما طلعت من الفريزر. انا هقول لكم انا بستخدمها ازاي. انا بمسكها ارجها واتهم بيها الاماكن الحساسه، او مثلا تحت الابط او الكعان او كعان الركبتين. بصراحه يا بنات جميله والله بجد، وتحفه قوي يعني بتخلي ريحه الجسم جميله كمان، وبتخلي ملمس الجلد ناعم قوي. هي بصراحه جميله قوي وتحفه بمعنى تحفه. وهوريكم دلوقتي الوصفه بتاعت الكريمات اهيت انا عملتها، وهوريها لكم تاني بعد كده في الفيديو. هيت بصراحه يا بنات هي جميله جدا، وبتوحد لون البشره، وبتشيل اثر حبوب الشباب. بصراحه هي جميله قوي 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 يعني، وبتخلي الوش يعني انا لما بحطها بحس ان وشي عامل زي الملايكه كده بصراحه. اهوت يا بنات انا بفضي الفيريلاند لافلي اهوت. انا بعملها كلها وبحطها، بخليها الكريمات قد بعضها. وادي الارتراجيكس اهوت، والاسبوتلس اهوت، وبقلبهم كويس مع بعض. هقلبهم اهوت يا بنات. انا قلبتها. انا دلوقتي همسكها اغطيها. انا بجيب كيس بلاستيك اهوت واغطيها بيها كده بالطريقه دي، عشان خاطر هي لما بتسيبيها فتره طويله بتنشف، فالكيس ده بيحافظ عليها. يا رب يكون الفيديو عجبكم. ويا بنات، واللي ما شافش الفيديو بتاع الوصفه بتاعه المناطق الحساسه يبقى يشوفه، هيلاقيه في القناه. وما تنسوش تعملوا سبسكرايب واشتراك للقناه ولايك. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.